السلام عليكم. النهارده هنعمل الكشري الكلاسيكي اللي هو بتاع مامتي وبتاع جدتي، الكشري اللي هو الاصلي المصري بدون بقى اي افتكاسات بدون اي بهارات كتير تغير كده طعم الاكل زي ما نشوف كده، يعني طرق كده عجيبه وغريبه. فالنهارده هقول لكم على طريقه الكشري اللي هو العادي جدا زي ما اتفقنا، بس ازاي نطلعه مفلفل وازاي نطلع التقليه تكون مقرمشه جدا والصلصه ريحتها كده تقلب البيت ويكون كده طعمه بجد خيال. يلا بينا بسرعه هنبدا في الفيديو. اول حاجه هنجهز كوبايتين كبار من الزيت، وهنجيب بصلتين 3 4 زي ما بتحبوا بقى. كميه البصل قد ايه او كميه التقليه قد ايه في الكشري؟ طبعا احنا بنحب الكميه كبيره. هنقطعه حلق، هنقطعه بقى على ايدينا لو نعرف نقطعه رفيع جدا، او لو عندنا كبه تقطعه بالشكل دوت، او ممكن المبشره اللي احنا بنبشر فيها البصل بيبقى فيها اتجاه كده اللي هي بنعمل فيها البطاطس شيبس، ممكن تنفع جدا نعمل فيها البصله بالطريقه ديت. بعد ما البصله تتعمل هنطلعها على مصفى، بعد كده هنجيب حله وناخد شويه من الزيت اللي احنا حمرنا فيه التقليه لان بيدي طعم الكشري طعم حلو جدا. وهنضيف كوبايه من الشعريه، هنقلبها لحد ما تاخد كده اللون الذهبي الحلو دوت. هنبدا نضيف بقى كوبايه من الرز، كل كوبايه رز عليها كوبايتين من العدس. والعدس طبعا انا غليته كده غلوتين قبلها يا دوبك يعني استوى نص تسويه، وحطيت معلقه من الملح ومعلقه من الكمون. وطبعا لما فضيت العدس هو كان فيه ميه اوريدي، فيها هنضيف شويه ميه صغيرين، والكشري بياخد ميه اقل من الرز العادي. هنسيبه بقى كده اول ما يتشرب الميه نوطي عليه ونسيبه يستوي براحته. طبعا هنسلق مكرونه، جبت مكرونه صغيره ومكرونه سباكيتي هنكسرها بس على 3 اجزاء، وهنحطها في الميه تغلي لمده 5 دقايق ونطفي عليها على طول. هنشوف بقى هنعمل ازاي الصلصه. جبت 4 5 فصوص من الثوم وملح وفلفل اسود وكمون وكزبره يا دوبك بس كده هنقلبه ريحه بس البهارات تطلع. نبدا بقى نضيف الطماطم، يعني احنا مش عايزين نحمر الثوم قوي، لا عايزين بس كده الزيت ياخد طعم البهارات يعني يسخن كده شويه، ونبدا بقى نضيف الصلصه او الطماطم. هنسيبها بقى تغلي كده مع البهارات ومع الزيت كده غلوتين 3، وممكن نخففها بشويه ميه لما تستبك كويس. بصوا بقى الكشري بقى مفلفل بقى بجد خطير يعني. ما ضفناش بقى بهارات كتير وافتكاسات كده غريبه وحركات غريبه بتتعمل في الكشري، لا هو ده الكشري الاصلي بدون اي اضافات تانية. وطبعا بقى المكرونه صفيناها نحطها على الكشري، والتقليه مش قادره اقول لكم هي قد ايه مقرمشه، وافضل نوع نستخدمه للبصل بتاع التقليه البصل الابيض، بس انا للاسف ما كانش عندي بصل ابيض استخدمت بصل احمر، بس برضو طلع مقرمش جدا جدا. هو باين هنا من الاضاءه ان البصله غامقه، لكن هي كانت فاتحه جدا كان لونها ذهبي كمان، بس الاضاءه مبينه هي البصله او التقليه ان هي غامقه شويه. والاحسن كمان ان احنا نطلعها قبل اللون اللي احنا عايزينه، عشان هي لما بتطلع بيبقى لسه فيها زيت ولسه بتبقى سخنه فلونها بيغمق شويه. حطينا بقى عليها الصلصه والليمون، بجد دي احلى طبق كشري تاكلوه. اشوفكم على خير وباي باي.